يحكي يا شيخ من قبل سلطان المسلمين ودولة البلاد. فالواجب الديني على كل مسلم أن يعمل من أجل تحرير المسجد الأقصى وعودته إلى ركوع أمتنا، وهذا يتطلب منا أن نعد العدة لذلك. ومن هذه العدة إصلاح بيوتنا وإعمارها بالإيمان، فنحن أحفاد عمر وصلاح الدين وعلى خطاهم سائرون. إننا ماضون لتحرير المسجد الأقصى وأرضنا المغتصبة. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إننا ماضون لتحرير المسجد الأقصى وأرضنا المغتصبة، لا بأغصان الزيتون بل بالإيمان والقوة، وسننتصر إن شاء الله. لقد فاقت أمتنا الويلات من بني صهيون، فمنذ أكثر من 60 عاما وهم يخططون لتمزيق الأمة، وها نحن نرى ما حصل في العراق وسوريا ومصر. 67 عاما ولا فتر ولا أمل ولا نهار يبيد الليل والظلمة. 67 عاما وأجيال يمزقها جيش اليهود، فما استكفى ولا رحم. أيسأم الدهر ما للبغي ما سئم، ويرحل العمر والطاغوت ما هزم. يا أمة رفع الرحمن هامتها، وزين الفاتحون الغر قامتها. يا أمة الإسلام يا شعب الهدى، أنتم على مر الزمان أوائل. الموت بعزة، الموت بعزة ولا حياة ذليلة. ومسر الحبيب محمد قد نال منه الحاقد. لك يا فلسطين في الجهاد محبة، لها دعوت الله جل جلاله أن أحيا ليوم نسترد ثراها. حمى الله الأردن ومليكه وشعبه من كل شر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ما شاء الله. صلوا على رسول الله. الله يزيدك ان شاء الله من نعيم ومن علم يا رب العالمين. لا قصرنا صدقة الله. واحنا مستمعين